السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا وسهلًا بيكم، هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية، هنعملها في فرن البوتاجاز بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، أحلى قرص طرية فلاحي هتعمليها باللبن الرايب، نعملها إمتى؟ نعملها في سحور رمضان كده وكل سنة وأنتم طيبين. مبدئيًا كده هنحتاج مع بعض يا ست الكل كيلو دقيق، تخيلي بقى كيلو دقيق هيطلع لِك كمية القرص اللي أنتِ شُفتيها، ده غير اللي اتخطف مني والله. يالّا كده مع بعض نشوف. معانا طبعًا اللبن ده أنا كنت حاطاه في الفريزر والنور طبعًا زي ما أنتم شايفين ربنا يصلح الأحوال يا رب كل شوية يقطع وييجي، يقطع وييجي. طلّعته علشان أغليه لقيته إيه، يعني شرّش كده معايا وما نفعش. أرميه؟ لأ، لا سمح الله ما نرميش إحنا أي حاجة. جِبت كده كوباية زبدة على سمنة زي ما ربنا يكرمِك، عندِك زيت على سمنة، عندِك سمنة عادية، عندِك زبدة. أنا حطيت زبدة على سمنة بلدي، وحطيت كمان هنا معلقتين، أنا جايبة 4 معالق سكر، حطيت معلقتين على الخميرة، وحطيت معلقتين على الدقيق، وحطيت باكو كيك شيف تمام، وجبت ربع كوباية مَيّة ودوّبت فيها معلقة ونُص من الخميرة الفورية تمام، أنا الكيك شيف أهو كنت لسه هاحطه أهو الحمد لله تمام، فكده يبقى كيلو دقيق عليه 1 كيك شيف، والكيك شيف يا جماعة في المخبوزات أو في المعجنات بيبقى ممتاز جدًا. جبت كده معلقة صغيرة من الملح تمام، أو نُص معلقة زي ما تحبي الملح على حسب الرغبة. بدأت كده قلّبت البيكنج باودر أو الكيك شيف، بس هو على فكرة الكيك شيف أفضل جدًا في المعجنات، بيخلّيها طرية وهشة معاكِ وحلوة جدًا. عندِك بيكنج باودر شغال زي الفل، مش عندِك ده ومش عندِك ده خلاص هي الخميرة كده كافية. تمام، إن إحنا بنضيفه كمُحسِّن. فبدأت كده حطيت الزبدة معايا بدأت أبِسّها، يبقى أنا حطيت الدقيق، حطيت عليه باكو كيك شيف، وحطيت عليه نُص معلقة من الملح، وحطينا كده مع بعض معلقتين سُكّر، ومعلقتين ضفناهم مع الخميرة، آدي كوباية لبن ضفناها تمام، وحطينا كده نُص كوباية وخلّيت النُص على جنب، يبقى أنا حطيت كوباية ونُص كده من ال اللبن تمام، اللبن طبعًا بيكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني أنا قُلت لِك إن أنا جيت أغليه لقيته بقى إيه، فصل، فسِبته كده على جنب لغاية لمّا إيه، يعني أنا حسّيت إن هو شرّش، فخدت كده معلقة وجرّبتها على النار، حسّيت إن هو خلاص يعني شرّش منّي وكده، فمش هينفع. يبقى إحنا كده حطينا كوباية ونُص تمام، لبن، وضِفت نُص الكوباية بتاعة الخميرة، يبقى كده كام، كوبايتين، حلو الكلام؟ فهنا حطيت برضه رُبع الكوباية التانية، يبقى أنا حطيت كوبايتين وآدي رُبع كوباية، حلو؟ هنبدأ كده تعجني بعد ما بسّيت السمنة مع الدقيق تمام، حسّيت برضه إن هنا هيحتاج بقية الكوبايتين، كوبايتين كده إيه وربع. تمام، هنا هاقول لِك في الآخر بقى هي خدت معايا قد إيه، يعني خدت قد إيه من اللبن أو المَيّة، بس طبعًا هي لمّا بتتعجن بلبن رايب بتبقى القُرَص الطرية بتاعتِك حلوة جدًا يعني. فكده كل اللي خدته منّي، خدت منّي 3 كوبايات إلا ربع، تمام، خدت منّي 3 كوبايات إلا ربع، لإن إحنا حطينا 1 1/2 ورجعنا ضِفنا نُص اللي هي بتاعة ال الخميرة الفورية، يبقى كده كوبايتين، كوبايتين وضِفت هنا نُص كوباية، بدأت كل ما أحس إن هي محتاجة أضيف، تمام، فكده خدت معايا كوبايتين ونُص من المَيّة ل3 إلا ربع، يعني من كوبايتين ونُص ل3 إلا ربع بياخدهم كيلو الدقيق، تمام، على حسب نوع الدقيق اللي أنتِ بتستخدميه. طبعًا أنا يعني بُصّوا مسكت العجينة ضرب مُبرح وشديد يعني ماشي، فتبدئي بقى تعجني كده وتفتكري أي حد مضايقِك ومزعّلِك لغاية لمّا تطلّعي عجينة زي ما أنتِ شُفتِ كده، تمُطّيها كده ما بين إيديكِ، كل ما العجينة ت ت تمُط معاكِ زي اللبانة كده اتطمني إن أنتِ هتاخدي مخبوزات ممتازة، يعني كل ما بنعجن القُرَص بتاعتنا بتاخدي منها نتيجة حلوة جدًا. هنا بقى كان طلع في دماغي كده إن أنا ما اعملهاش سادة أوي، لو كان عندي مثلًا عجوة، ما كانش عندي عجوة، فقُلت هاتصرّف برضه، الجيش قال اتصرّف، عملت قُرَص طرية بعجينة بحشوة السينابون أو قُرَص طرية كده بالقرفة، في ناس بتعملها بالقرفة والسُكّر، أنا ضِفت هنا معلقتين سُكّر وضِفت عليهم نُص معلقة كاكاو، وحطيت عليهم نُص معلقة قرفة أو معلقة زي ما تحبّي، وحطيت ذرّة كده من النسكافيه اللي هو الغامق.
تمام، وقلّبتهم كده مع بعض وهاعملهم حشو. عايزة أقول لكم طعمها وريحتها كانت في منتهى الجمال، عجبت الولاد جدًا، بس أنا عندي ولادي بيحبوها سادة أكتر يعني، فأنا كنت حابة الحشوة دي لإن هُم بيحبوا السينابون في الأصل يعني، بس برضه عجبتهم وكلوها وكانت جميلة جدًا. حلو الكلام، ما أنتِ ما تزوّديش أوي، وأهم حاجة بقى إن أنتِ يعني علشان تاخدي نتيجة حلوة في القرص بتاعتِك وتطلع مضبوطة معاكِ ومتدوّرة زي ما أنتِ شُفتيها كده، تدوّري العجينة بتاعتِك. بُصّي العجينة ما شاء الله مالسة جدًا وحلوة وزي الفل. هاقول لِك بقى طريقتين للتسوية، وأقول لِك لو أنتِ عايزة القرص بتاعتِك عالية أو عايزة القرص بتاعتِك واطية تتصرّفي إزاي وتعملي إيه. هابدأ كده الصينية بتاعتي زي ما شُفتوني كده دهنتها زيت مش سمنة، دهناها زيت مش سمنة، تمام، وهابدأ كده هنعمل مع بعض. عملت معاكم صينية سادة، وبمجرد ما باخلّص والعجينة ترتاح بابدأ أبُطّها زي ما شفتوني، ونبدأ هنا بقى لازم علشان لو أنتِ حاطة حشوة في القرص بتاعتِك علشان ما تفتحش بقى وتتحرق منِّك، لإن إحنا حاطين فيها سُكّر، ممكن تستخدمي سُكّر وقرفة بس، وممكن تستخدمي مثلًا العجوة أنا عملتها في فيديو قبل كده، هابقى أحطه لكم إن شاء الله على الفيديو لو حابين ترجعوا وتشوفوا القرص الطرية بالعجوة، تمام. هابدأ كده أضيف معلقة، أهم حاجة إن أنتِ تقفّليها زي ما قُلت لِك كويس جدًا، علشان السكر ما يخرجش معاكِ من العجينة وتتحرق و تسوَد منِّك، تمام. فهنا القرص الطرية الفلاحي النهارده عاملينها باللبن الرايب، ينفع بديل اللبن الرايب زبادي، تعمليها بزبادي، وينفع تعمليها بلبن عادي جدًا، وينفع تعمليها بلبن وزبادي ميكس مع بعض. طيب مش عندي لبن وما عنديش لبن رايب، اللبن عادي جدًا تحوّليه للبن رايب بمعلقة خَل، معلقتين خَل كده تضيفيهم عليه وتسيبيهم شوية يتحوّل معاكِ هيروب ويتحوّل معاكِ للبن رايب. هاجيب ضهر الشوكة بتاعتي وهابدأ كده يعني إيه، أدّيهم شكل كده حلو هتشوفوه دلوقتي في المقطع اللي جاي إن شاء الله. حابة تعمليها سادة ما فيش مشكلة، أنا حبّيت أميّز ما بين اللي هي المحشية السادة، فعملتها زي ما أنتِ شايفة كده بضهر الشوكة، وبعد كده اديتها برضه تغريزة بالشوكة من قدّام، فكان منظرها جميل وحلو جدًا. يعني في البيت نعمل مع بعض حاجات كده للسحور، بتبقى سهلة بقى مع علبة زبادي، لو أنتِ مش بتحبي تسحّري فول وكده، بس استنيني أعمل لِك شوية فول حلوين جدًا. فبُص بقى تدخل فرن على درجة حرارة 180 تمام، الشواية برضه بابقى فاتحة النار من فوق ومن تحت، تمام. هاحطها على أرضية الفرن وآخد بالي بقى كل شوية أدوّرها، بمجرد ما بتستوي بتاخد معاكِ مثلًا 10 دقايق، ربع ساعة على حسب الفرن بتاعِك، وبعد كده تبدئي تخرّجيها، وبمجرد ما تخرّجيها لازم يكون عندِك بخاخ حلو كده في المطبخ تكوني حاطة فيه مَيّة للمخبوزات، أول ما بتخرج المخبوزات معاكِ من الفرن تبدئي تدّيها بَخّة كده وتبدئي تغطّيها دقيقة بالضبط، دقيقتين تشيليها من الصينية علشان ما تعرقش معاكِ تعجِّن. يعني بمجرد ما أنا غطيتها أقل من دقيقة كده وأبدأ أشيلها وأحطها بقى في حاجة تانية وأبدأ أغطيها، هتطلع معاكِ شوية قرص طرية فلاحي زي العسل. يبقى قُلت لِك كده ينفع تعمليها بزبادي، ينفع تعمليها بلبن رايب، ينفع نعملها بلبن عادي، ينفع نعملها بmix ما بين الزبادي وما بين اللبن. لو عندِك لبن بودرة ضيفي لها ما فيش أي مشاكل، تطلع معاكِ شوية قرص فلاحي طرية بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. أفتح لكم دلوقتي واحدة من جوّه عاملة زي الإسفنج، والله أتحدى المخابز حتى ما تعملهاش بالجمال والعظمة ده. يالّا بقى لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تصلّي على النبي وتذكري الله في التعليقات وتقولي لي تسلم إيديكِ لو عجبِك الفيديو. ويا رب كده الناس اللي لسه جديدة معانا وبتشوف الفيديو اشتركي في القناة وإن شاء الله مش هتندمي. بُصّوا يعني جميلة جدًا. تعالوا بقى نفتح واحدة كده محشية وهُم عمّالين يُقعوا، مش عارفة هُم زعلانين منّي والّا إيه. معلش أنا طوّلت عليكم في الفيديو، بس بجد كل حاجة أنا بتبقى يعني بابقى مستنية كده أي معلومة أقولها لِك. ولو وصلتِ معايا هنا يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك جميل، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، مع السلامة.